اسمها الفشخرة، معناها معروف، انك ما تمشيش على قدك، يبقى دخلك 100 جنيه وانت بتصرف 300 جنيه، ما عندكش لكن عايز ان شاء الله تستلف وتندين وتتزنق. الفشخرة دي هي الاب الشرعي للديون والمتاعب، هي السبب في الهموم. الكلام ده صحيح على مستوى الافراد ومستوى الدول. قلت لي ليه؟ اقول لك ليه. الفرد لما يصرف اكتر من دخله يفتقر. الدولة لما تستورد اكتر ما بتصدر ميزانها التجاري يميل عليه ويقول له ليه طوعتني. لما الانسان يصرف اقل من دخله يحوش يدخر، المدخرات دي هتتحط في بنوك او في شركات، يبقى في فلوس وفي رخاء وفي انتاج. من غير ادخار مفيش تمويل، من غير تمويل مفيش مشروعات. الدنيا فيها مجموعة قوانين تمشي عليها توصل، ما تمشيش عليها